لو بتدور على مهنة بتغير حياة الناس وبتبني مستقبلك بإيدك، ركز معايا في الثواني الجاية دي. المجال اللي احنا بنتكلم عليه بيخش في تخصصات كتير جدا: المخ، الأعصاب، الأطفال، إصابات الملاعب، كبر السن. مجال واسع إن أنت تختار شغفك وتكمل فيه وتبقى نجم في التخصص اللي أنت هتختاره. المجال ده بقى فيه شغل كتير جدا، شغل في العيادات، في المستشفيات، في الأندية، وكمان تقدر إنك تفتح عيادتك الخاصة وتبني اسمك. المجال ده مش زي ما متعارف عنه انه عضلات بس او جهد بدني بس، لا، ده عايز تحليل وتخطيط وفهم عالي، وكمان انك تبقى عارف انك ازاي تحط خطة. وخطة العلاج بيبقى فيها شوية كرياتيفيتي او فيها ستايل. بيبقى مجال فيه ستايل كده، كل واحد بيبقى ليه دماغه وطريقته في الشغل، فده بيفتح مجال للكرياتيفيتي وانك تعمل خطط علاجية مختلفة وتبقى فارق عن الناس وتجيب نتائج احسن بخطتك او بستايلك اللي انت بتستخدمه. خلاصة، لو انت عايز مجال طبي كبير وليك فيه مستقبل، اختار علاج طبيعي وما تسمعش كلام الناس. ولو عندك اي سؤال عن العلاج الطبيعي حطه في الكومنتس وانا هجاوبك واساعدك تختار المجال المناسب ليك.